عرفت ان في حاجه اسمها كايروكي. كان شددني جدا الاسم، يعني ايه كايروكي ومين دول الشباب اللي معاهم مفتاح القاهره. وكنت بروح اتفرج عليهم في ساقية الصاوي واسمعهم، وكانوا بيقدموا مجموعه من الاغاني تعتبر في وقتها اغاني ثوريه، مش زي الاغاني التقليديه اللي كانت موجوده. وكان حتى عدد الناس اللي بيسمعوهم قليلين جدا، ما كانش المسرح بيبقى مليان. وكانوا بيقدموا اغاني تقديم موسيقى الروك بس بشكل نوعا ما غربي. بس كانت المشكله ان الناس مش متقبله التناول الغربي ده للاغاني، فالفريق كان بيحاول يعمل زي تمصير لموسيقى الروك، فكانوا عايزين يعبروا عن اصالتهم ومصريتهم وهويتهم العربيه. فابتدوا ياخدوا الاغاني المشهوره لاحمد فؤاد نجم مع الشيخ امام، واشعار عبد الرحمن الابنودي، وحتى الاغاني الشعبيه اللي كان بيقدمها احمد عدويه، وابتدوا يعملوا لها زي اعاده احياء واعاده تقديم بس بلمحه موسيقى الروك الغربيه.